عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حبايبي يا اللي شايفكم نورني. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ القصة الجميلة بتاعت الله وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي مش هنغرق كده في البطيخ على طول، لا قبل ما ندخل على البطيخ ونتكلم نشوف هو جاي منين ندعي لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين اولا وغزة وسوريا واليمن وليبيا والعراق، وربنا يا رب يكبر الخير ويعم الخير والسلام في بلد مصر وبلادكم وفي انحاء العالم اللهم امين. وتعالوا بقى معايا نشوف الجوله بتاعتنا. هنبتدي نقول ايه؟ ب 50 جنيه بس السنه دي والله ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. ده بشرى عظيمه. انت بتوزع بقى بالبتاع اللي انت راكبه ده؟ ما شاء الله ربنا يعينك ويقويك. وده ده بتاع الواحات ما شاء الله. ده طبعا المعلم الكبير. طبعا انا خدتكم كده ايه زي ما بنقول ايه، خدتكم في دوكه. بصوا يا حبايب قلبي، انا رايحه لاخواتي اقعد معاهم تمام. وانا ماشيه بقى كده في الشارع الجميل ده وجدت ايه بقى؟ وجدت المنظر الجميل ده. قلت بقى نعمل لكم فيديو جميل جدا كده لحبايبنا في مصر وخارج مصر، نوريكم ان البطيخ طلع وبسم الله ما شاء. انا عن نفسي لسه ما جبتوش، بس في ناس جابته وقالوا ان هو ما شاء الله كويس. بصوا ما شاء الله ده اللي هو البطيخ زي ما انتم شايفين اهو، بتاع الواحات. بصوا شكلها جميله جدا. انا عن نفسي بحب البطيخه اللي هي الخضار اللي هو الفاتح، اللي هي مش الغامقه، بتبقى حلوه. ما اعرفش بيقولوا اسمها ايه. بصوا ما شاء الله البطيخه عامله ازاي. وعمال بقى بيقول لي البطيخه ب 50 جنيه. مش عارفه بقى هو بيقول صح ولا بيضحك عليا. ايه رايكم بقى؟ ده طبعا شارع العشرين، شارع ابو الفتوح، شارع ايه؟ شارع الجمعيه الزراعيه اللي انا على طول بحب امشي فيه بقى وادعي لاولادي وادعي لاولادكم وادعي لكل متابعيني فيه. عامل ايه؟ انت جاي تشتري بطيخ؟ لا احنا هو انت من الاستاف الجميل؟ كل سنه وانت طيب. هو بيقول لي ب 50 جنيه ولا اكيد بيضحك عليا؟ لا ما مش كله. عمرها ما تبقى ب 50 جنيه ولسه طالعه. مفيش حاجه وسط صغيره خالص. برافو عليك انت صادق. هو بقى ربنا يسهل. هو بيعمل اعلان. كل سنه وانتم طيبين. عرفوني بقى يعني هو كلامه صح ولا غلط؟ البطيخ ده فعلا بتاع يعني شارب منين او من بلد؟ شارب من ميه النيل. شارب من ميه النيل. من ميه النطره دوت. اصل انا اعرف السنه اللي فاتت صورت مع مصطفى قدام. ايوه. كان قال لي البطيخ اللي عندنا ده من اسوان. قلت له معقول؟ كان من اول السنه ده كان بطيخ اسوان اللي شغال. ايوه اللي كان قبل العيد. بيبقى شارب من ميه النيل. بيقول لك جميل قوي. بيبقى من اسوان عشان درجه الحراره هناك بتبقى اقوى. اول بلد بتطلع اول انتاج. يعتبر اول انتاج بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. أيوة. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا يعني بيتباعوا على المكسر. يعني لو طلعت مش حمراء بتاخدها؟ لا. انت لو احنا البطيخ. طب ازاي على المكسر؟ انا اعرف من لو البطيخ احنا نعرفها حمراء. احنا بنفتح البطيخ قبل ما تبقى مقطعه وبعدين يعني مسكره ومرمله كمان. لو هي قرعه ما بتاخدهاش، بتاخد واحده غيرها. ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. أيوة. لكن انا لو صممت مثلا قلت لك لا انت بتقول لي خدي دي يا حاجه، فانا بقول لك لا انا هاخد دي. خلاص بقول لك خدي دي. برافو عليك. لو انا خدتها يا جماعه بنفسي ونقيتها بنفسي، وانا ما بفهمش الصراحه في الحاجات دي، يعني كل تخصص وليه ناسه. فالناس ساعات لما بتصمم على بطيخه فتحتها بقى لقيتها مش حلوه قرعه، استحاله ياخدها. ليه؟ هو لازم هو اللي ينقيها. صح. انا وصلت لهم المعلومه. كل سنه وانتم طيبين. انتوا فرشين من امتى؟ انا شايفاكم بيضتم وبسم الله. هنعمل لكم بقى شركه المصطفى. انا شايفاكم بيضتوا وظبطتوا الدنيا بسم الله ما شاء الله. بس كان بيبقى عندكم اولاد صغيرين كتير. ايوه النهارده لسه اول يوم. هم عشان يكونوا معيدين عشان العيد. اول يوم احنا لسه
وانت طيب وانت طيب. عشان كده ربنا. اصل انا بشوف ولاد كتير بيقعدوا يشيلوا كده. كل سنه وانتم طيبين. هنروح بردك نصور عند مصطفى بردك ابن منطقتنا بقالنا يجي 32. شركه المدينه المدوره احنا مسمينها كده والله يعني بيوزع. طب استنى اقول لك حاجه، يعني مصطفى تبعكم؟ ما احنا كلنا عيله بجد هنا كلنا. بسم الله. ده فرش فرش الواحد. بسم الله ما شاء الله. عيله واحده يعني. ما شاء الله. ربنا يا رب يعينكم يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسب. بصوا يا حبايب قلبي، الشارع ده عندنا هنا ما شاء الله في المنطقه مشهور ان هم ما شاء الله احلى بطيخ وبيوزعوا. ما ينفعش انا صورت لكم عند الاولاني، لكن مصطفى ده انا دايما بجيب منه على طول. بسم الله ما شاء الله. بس زي ما انتم عارفين ان هم ايه يعني، بسم الله ما شاء الله، يعتبر تبع بعض، قرايب في بعض. فاهو بسم الله ما شاء الله. هم على فكره اول يوم يفتحوا النهارده، وقلت بقى ايه اصور لكم الاجواء الجميله اللي انا بقول لكم عليها، اللي صورت لكم منها السنه اللي فاتت لما صورت لكم مع مصطفى والجماعه. بس هنا تختلف عن اللي هناك. ايه يا جماعه، هنا في بطيخ متنوع، في اللي هو ايه الدرجه الاولى زي اللي ايوه برافو عليك، اللي هو الزيرو اعتقد، اللي هو استنوا كده اروح اقول احسن. ده بسم الله ما شاء الله البطيخه دي تعمل لها الله اكبر الله اكبر اللهم صل وسلم، تعمل لها حوالي كبيره، تعمل لها 15 كيلو او اكتر. دي يا جماعه اللي هي الزيرو دي بتبقى اكبر حاجه دي. حتى ما شاء الله بص البطيخه اللي هي الطويله دي بتبقى ايه اللي هي زي الشليان او الشليان، بيبقى جميل جدا. انا فاكره زمان خدتها لاهلي في متغامر بيقولوا لي جايبه بطيخ من مصر لمتغامر، كانت ب 3 جنيه. لما كلوه قالوا لي والله، قالوا لي فعلا عندك حق تشيل البطيخ من مصر. الله يرحمك يا ام ويرحم موتى المسلمين جميعا. من مصر اللي عندنا. بصوا يا جماعه اهو، ده بقى بص اقول لكم ايه كاتب اسمه اللي بيبقى، واحنا لما بعد ما المزاد بيخلص بيتكتب على كل الاسم على طول. ايوه ما شاء الله. ما مكتوب باين مصطفى. مصطفى الشيخ على طول. المعلم مصطفى هو اللي كان واقف على المزاد ده، بيبقى هو واقف في مزاد وده واقف في مزاد. ما شاء الله. يعني كل ما بيبقى في مزاد في اللي هو بقى سوق الجمله بيبقى واقف هنا اهوت المعلم مصطفى هنا والمعلم ايوه. كل واحد بيلقط الحاجه اللي هي الحلوه اللي تمشي معاه ما شاء الله. لا هو انا ما بجيبش الا من هنا كل سنه. هنا بقى الشركه مسمينها المدينه المنوره هنا. طب ما انا هصور لهم بردك الاسم. بس انا هقول لك حاجه، مش كل الناس مش كل الناس يا حبيبي معاها انها تاخد البطيخ النمره 1. انا عاجبني الفرشه دي كمان اكتر، يعني التانيه حلوه وكل حاجه، بس عاجبنا اللهم بارك ويصلح حالكم يا رب. هنا انا شايفه اغلبه لوكس، بس في حاجه بقى عجبتني اللي هو ده ده بقى ايه بتاع الناس. برافو عليك. بصوا يا جماعه، ده السوق الكفر اللي انا صورت لكم قبل كده منه. هو عشان جنب بطيخه صغيره من الجيران، ما ينفعش نقول له ما فيش، لان البطيخ ده اكترته احنا ما بنبيعوش هنا، لاولاد رجب بيتوزع ما شاء الله. يعني بيروح للمولات وكارفور والحتت دي. اولاد رجب من التجمع لمدينه نصر. ما انا عشان نيجي نطلع حاجه لازم نوزعها. ولو جارنا برضه بتفتح لازم نجيب له حاجه. ولو طفل صغير برضك نفسه ببطيخ وكده واهله مش عايزين، مش هيعرفوا يجيبوا له الكبيره دي لان سعرها يعني يعتبر لسه عشان لسه طالع، يقدروا يشتروا اللي هو اللي على قده ده. تعتبر دي برضك ما شاء الله. بصوا يا جماعه متدرج. بصوا دي ما شاء الله حجمها برضك مش وحش اهو ما شاء الله. وحمرا برضك بيديها لكم حمرا، يعني لو طلعت لو فتحها ولا قرع بياخدها بيبدل. الحجم ده كويس، وده برضك ما شاء الله كويس. وده اللي هو ايه بطيخ الناس الطيبين، مش عايزه اقول الغلابه، بطيخ الناس الطيبين. كلنا فقراء الى ربنا سبحانه وتعالى. بس ده الاصغر، يعني هو في كل حاجه، في طعمها وفي كل حاجه، يعني هي الزرعه بس ديت اصغر. احجام حاجه ديت الحجم الصغير. ايوه
يعني كان واحد زمان يقول لي ايه، التمرايه كبيره صغيره هي نفس الغذاء ونفس أيوة، الطعم. اللي انا عايز افهمه لك اللي هي دي بس والله برافو عليكم ان انتم جايبين اللي هو الحجم الصغير، لان احنا في منطقه شعبيه، احنا مش بقى هناك في التجمع. حد عيل صغير برافو عليك، هيقول له مامته انا عايز بطيخ، انا عايز هتيجي هتتصدم. لو عايز ياخد له واحده كبيره مش هيقدروا ياكلوها ببوسه. كبير، ايوه لو هم ما عندهمش. برافو عليك. لا والله يا جماعه، بصوا يا جماعه، ده الارزاق بالله. انتوا انا صورت لكم يعني ما شاء الله قبل كده. هو على فكره البطيخ طلع، انا هم اول يوم يفرشوا النهارده من بعد العيد. فرشين من قبل العيد. برافو عليك، في اخر رمضان. يعني وانا رايحه اصلي التراويح، كنت بشوف حاطين بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مش بنفس الكميه اللي انتوا حاطينها دي. ربنا يصلحها لكم يا حبيبي. وانا راجعه بقى كده اشوف اجيب واحده وان شاء الله، لان عند الحاج بيحبه ان شاء الله.